في هذا المقطع راح نشوف أكبر وأغلى أسعار التمور حول العالم، حبة 30-40 دولار، وراح نتحدى الناس بأنهم يعرفوا أيهم الأغلى وأيهم الأرخص. هذا تمر يكون عربي، هذا تمر أجنبي. وخليكم لآخر المقطع عشان تشوفوا أغلى وأكبر تمرة موجودة حول العالم، والتي تعتبر المرتبة الأولى عربيا وعالميا في الشرق الأوسط والعالم أجمع. الحبة تقريبا 20 دولار. اليوم يا جماعة الخير مقطعنا مختلف، لأنه فعليا الطاولة هذه اللي أنا جايبها الآن راح تشرح لكم عن هذه الثلاث منتجات اللي أنتم شايفينها الآن فوقنا واللي شايفينها تحتنا اللي أنتم حابينه يعني. طبعا يا جماعة الخير هذه المنتجات الثلاثة هي أندر منتجات ممكن تلاقيها في الأردن، وخاصة إنه فعليا أمس أو قبل أمس تقريبا إنه كان في مؤتمر عن التمور، ولكن هذا المؤتمر أخذت منه النخبة من التمور، في كل واحدة منها من التمور اللي جدا غالية ومن الطبقة اللي جدا عالية، توصل حبة 30-40 دولار. نعم فعليا يعني. قبل ما أوريكم يا جماعة الخير إيش داخل هذا الصندوق أو إيش داخل محتويات التمور اللي داخل هذه الصناديق، راح أذكر لكم إنه تم افتتاح معرض في عمان للتمور، وهذا المعرض الخامس. وهذا المعرض يا جماعة الخير يجذب ويستقطب أكثر عدد من المستثمرين والتجار والمزارعين المختصين في التمور، أي إنه يا جماعة الخير في أكثر من 35 دولة كانوا حاطين تمورهم الخاصة أو التمور أنتجت من قبل بلدهم. فأنا كنت يا جماعة الخير من الناس اللي تم دعوتي لهذا المعرض، وإنه يا جماعة الخير كان الافتتاح من قبل السفير الإماراتي، وأنا فعليا يعني كنت جدا مبسوط لأنه كان في عدد كبير وأنواع كثيرة من التمور كان متواجد في هذا المعرض. وهذا المعرض يا جماعة الخير أذكر لكم فيه معلومة بسيطة، إنه فعليا في عدد ضخم كثير من التمور وأشكال وألوان وبطريقة مختلفة، من كبير من صغير من أشياء اليوم راح أوريكم إياه ممكن تذهلكم. والشيء الجديد اللي أنا سويته يا جماعة الخير إنه كان في تمور أجنبية أو تمور فعليا كيف أقول لكم من المكسيك وفرنسا وإيطاليا، فعليا في تمور هناك تنتج وتتصدر لأمريكا. ولكن يا جماعة الخير ما أحب أقول لكم يعني إنه التمور جدا يعني عالية، لأنه أفخم أنواع التمور هم 5 دول عربية فقط يعتبروا من المراكز الأولى، واللي فعليا التمر عندهم أو التمرة الواحدة ممكن توصل ل 30-40 دولار. وسويت حركة ذكية يا جماعة الخير، وهي إني فعليا جبت أفضل أنواع التمور الأجنبية وأفضل أنواع التمور العربية وخلطتهم مع بعض، ورحت سألت الناس إذا بيعرفوا فعليا أيهم التمر العربي وأيهم التمر الأجنبي، وكان ردة فعل الناس غريبة. عشان كذا يا جماعة الخير خلينا نشوفكم في المعرض، يلا ليتس جو. أنا اليوم يا جماعة الخير في معرض للتمور في عمان. طبعا يا جماعة الخير اللي في إيدي الآن أو في جعبتي الآن بعض التمور الغريبة الآن تقدر تشوفوها، وهذا تمر يا جماعة الخير مكسيكي وليس عربي، يعني إنه لا خليجي لا سعودي ولا حتى إنه يا جماعة الخير يظل أصل العرب لصلة، ولكنه بما إنه مكسيكي فإنه طعمه مو حلو. أنا أقول لكم يا من الأخير أنا جربته كأي تمر من عشاق التمر طبعا، ولا يعني له شكل تمر، له ملمس تمر بس ما له طعم ولا له سكريات ولا له أي شيء خاص يضم أصلا إنه يكون طعم تمر. فاليوم يا جماعة الخير راح نسوي مقارنة ما بين التمر العربي والتمر اللي فعليا أجنبي، غير المكسيكان، في أيضا فرنسيين في أيضا إيطاليين، ولكن اليوم يا جماعة الخير راح نسوي هاي المقارنة ونعرف فعليا أيهم أفضل. جربت المعرض؟ أكلت منه ولا لا؟ إيش أحسن تمر لحد الآن دكتي؟ أكيد المجهول سوبر جامبو، صنف السوبر جامبو المصري. أعطيك تجربة بسيطة تمام، تقول لي أيهم العربي وأيهم الأجنبي. هذا عربي. تمر عادي عربي. صح؟ صحيح، بس ليش هذا أجنبي؟ حلاوته أخف. هذا يا طويل العمر كل اللي أكلته مو عربي. مو عربي كامل. العربي أو عربي يصير في أي بلد. أردنية. معلومة على الطايرة يا جماعة الخير، تعرفوا إنه فعليا إنه المكسيك عملت أكثر من 5000 نخلة، ولكن الجودة تبعت التمور ليست بهذاك المستوى، وفعليا إنه التضاريس أو المناخ في المكسيك أو في فرنسا ليست جيدة أو مناسبة فعليا لزراعة النخيل أو زراعة التمور في هذيك الدول. فأنتجوا لنا يا جماعة الخير التمور الملقحة أو التمور اللي نقول عنها إنها مأخوذة من تمور عادية ولقحوها عشان تطلع تمور أجنبية وليست عربية. أنت طبعا شفت المعرض صحيح؟ تمام صحيح. طيب بدي أسألك إيش أفضل تمر لحد الآن ماكله منه أو عجب؟ صراحة تمر الغار. عمرك جربت التمر الأجنبي أو التمر المكسيكي أو الفرنسي؟ لا. جربت التمر المكسيكي. إيش توقعاتك إنه فعلا يكون أفضل من العربي ولا أقل؟ لا ما بتوقع إنه يكون أفضل من العربي. هذا أول شيء بدي تعرف هذا إيش؟ بتوقع إنه من الأردن، هذا مش من
شوفها بسم الله. يعني نوعا ما صحيح. لا صراحة التمر العربي أذكى. العربي اذكى. ما في، انت بتتوقع انه هذا ايش؟ التمر العربي؟ لا والله التمر مكسيكي. هاي عربي مبينة. جربي ما بتعرفي. التمر العربي ما في وجه أصلا المقارنة. ومعلومة على الطائرة يا جماعة الخير للمرة الثانية، تدروا انه احنا قاعدين ننتج للشرق الاوسط اكثر من 100,000 طن حول العالم. الاردن فقط تنتج 20,000 شهريا، وكمان عندك الامارات والسعودية ينتجوا اكثر من 50,000، عدد جدا ضخم وجدا كبير. فاذا انت بالغالي فعليا راح تنتقل له، واذا تبي الرخيص والمتوسط تقدر تروح له. فعندك اشياء لا تذكر فعليا، عدد جدا كبير من التمور. كم عندك خبرة في التمور؟ يعني من 2003. الآن راح أعطيك يعني تمرين مختلفين، تقولي لي أي واحد أجنبي وأي واحد عربي. جرب هذا. هذه الحبة فيها لحم أكثر، هذه فيها لحم أقل. على ما أعتقد يعني هذا عربي حلو وهذا أجنبي. المكسيكي لأنه عندهم غاد على فوق. واحد يجيبها فعليا مكسيكي صح. ليش؟ لأنهم هم بزرعوا فوق سطح البحر، بيجي حبة حمراء بتيجي حبة ناشفة يعني. بس هذا كل اللي أكلته يا عم كله أجنبي. نعم. مو عربي. فأنت تتوقع إنه أفضل تمر والتمر العربي؟ هو أفضل تمر التمر العربي من غير منازع يعني. وتدري يا عزيزي وعزيزتي المشاهد انه في اكثر من 15 مليون نخله، اي يعني في السعوديه فقط في 3 و4 مليون نخيل، وانه الاردن يا جماعه الخير مستقره في المرتبه الرابعه من النخيل، انه احنا عندنا تقريبا اكثر من 800,000 نخله، وعندك كمان في المرتبه الثانيه الامارات وقطر، وعندك ايضا البحرين. يعني اكبر عدد نخيل ممكن تلاقيه اما في السعوديه اما في الامارات. طيب بدي اسالك سؤال، اكلت تمر اجنبي؟ لا والله ما صح. يعني اكلت التمر الاجنبي او لا؟ التمر الاجنبي اكلته طبعا. سعودي. صحيح. هذا تمر يكون عربي. هذا تمر اجنبي. وهذا التمر محقون للاسف. عراقي. تمر اجنبي. عارف انه هذا محقون مكسيكي. هذا تمر عربي. متأكد؟ نعم متأكد. للأسف تمر أجنبي مكسيكي. اليوم راح نفتح الثلاث بوكسات، واللي أتوقع منكم يا جماعة الخير ممكن تبرزوا كذا تعرفوا فعليا الغالي من الرخيص. اليوم راح أوريكم أشياء جدا تصدمكم في التمر، زي ما أنا انصدمت في المعرض لازم تنصدموا زي، فلازم كلنا ننصدم. فيلا خلينا ننتقل على الفتح على طول. أول شيء دقيقة خلينا نقعد. أول شيء يا جماعة الخير راح أحط هذا الشيء اللي فيه، نعم يا جماعة الخير في تمرة، والله العظيم في تمرة، ما عندي منه غير حبة ترى يا جماعة الخير. هذه التمرة أنا لا أمزح لما أقول إنه هذه فعليا هذه يا جماعة الخير تمرة. أنا ما يعني ما شاء الله يعني أنا يعني توقعت يا جماعة الخير إنه هذا زنجبيل. هذا طبعا من المكسيك زي ما أنتم شايفين، هذه تمرة ولكنها صغيرة. هذه سعرها يا جماعة الخير الحبة هذه سعرها فعليا $5. يعني إذا أنا أبي منها كيلو تقريبا يمكن يطلع لي بحدود 20-25 دولار تقريبا. فراح أنتقل على الصنف الثاني وهو منتج أردني. نعم ليس سعودي أو إماراتي أو كويتي أو يعني من الناس اللي تنتج من التمر. فهذا التمر يا جماعة الخير هو فعليا يعتبر التمر الصنف الثاني حول العالم وهو أردني. فخلينا نفتح اوريكم اياه فعليا. فهذا البوكس يا جماعه الخير اللي انتم شايفينه الان راح نحاول انه نفتحه بهذه الطريقه. اوكي هذه هي فعليا يا جماعه الخير التمر. شوفوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله خير. يعني هذه صغيره وهذه كبيره يعني كيف ما ادري يعني ما ادري ما حد يسالني كيف. الحبه تقريبا $20 اي في الكيلو تقريبا 50 إلى 70-80 دولار يا جماعة الخير. يعني ما أدري. هذه توابعها هذه يا جماعة الخير. طبعا هذه يا جماعة الخير في الكبيرة، في المتوسطة، في الصغيرة. هذه الصغيرة يا جماعة الخير يعتبر عندنا يعني زي ما بيقولوا كذا مجهول صغير. فإذا راح نتكلم عن الثلاث أنواع هذول فراح يعتبر فعليا الشيء هذا جدا كبير، وهذا هو الغالي. هذا يعتبر النخب الثاني حول العالم، يعتبر هذول اغلى الصنوف في العالم وفي الاردن. فهذا يعني يعتبر صنف اردني، فلازم افتخر انه اردني. الصنف
الإماراتي، وهو من أفخم الأنواع اللي كل العالم يا جماعة الخير يروحوا فعليا يسافروا عشانه. ويعني هو بالأخير تمر، ولكن في ناس كثيرة من السعوديين وأهلينا في السعودية هذا التمر اللي هو الإماراتي اللي فعليا الكيلو الواحد تقريبا، الحبة الواحدة تقريبا 50 دولار. يعني هذا تاخذ واحدة وظلك 24 صاحي زي كأنك شارب قهوة فعليا. في رمضان وش تحبوا؟ التمر السعودي، التمر الأردني، في أيضا التمر الجزائري، ولكن للأسف ما قدرت أحصله. أرى إنه التمر الإمارات صراحة من سوداويته وذهبيته وشكله جدا حلو يا جماعة الخير، أنا ما أمزح. أبي أفتح لكم إياها. أول شيء في التمراية قلت بسم الله ما شاء الله يا جماعة الخير، سكر. أنا ما أمزح، ما أبي أكلها عشان أخليها للوالدة. وعندنا أيضا السعودي اللي هو ما شاء الله سريع الافتتاح، يعني ما شاء الله تبارك الله. وايضا هذه ما فيها لا تمره ولا شيء، هذه فعليا فقط عباره عن تمره صغيره ماخذينها كذا، يعني قبل ما تنضج، وهذه قبل ما يصير لها فيها بذره على طول يقطفوها ويقول لك انه كذا يعني خلاص يقتلوها. فهذه يا جماعه الخير انواع التمر، يعني هذه تاكل منها 50 حبه ما تحس انه انت قاعد تاكل. يا جماعه الخير هنا وصلنا نهايه المقطع. قبل ما ننهي المقطع لا تنسوا تسوي سبسكرايب ولايك، وقول لي افضل انواع التمور عندك، وهل فعليا يا جماعه الخير ممكن تاكلوا هذه التمور الغاليه، او ممكن اهاليكم يشتروا الكيلو فعليا اسعارها مره غاليه لهذه التمور. واشوفكم مقطع ثاني. كان معكم احمد ابو قبل، سلام.